السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي وأصدقائي في قناتي قناة أبو بشير. بدون أي مقدمات أنا طالع أوضح الحاجة اللي أنا كنت أقصدها في الفيديو الأخير، واللي تعرضت فيه لهجوم كبير من جمهور الخالة حلمية اللي هي سفيرة الريف المصري. عايز أقول كلمتين للمتابعين الكرام المحترمين اللي سجلوا عندي، سواء كان تعليق إيجابي أو تعليق سلبي. إذا كنت فعلا أنت عاشق للخالة حلمية، وإذا كنت فعلا أنت بتحب سفيرة الريف المصري، لازم تقول لها على كل حاجة ممكن إن هي تعدل فيها. أنا مش منصف مع الخالة حلمية في إيه؟ أنا عمري ما جبت الخالة حلمية أو جبت سيرة الخالة حلمية بسوء، ولا علقت عندها أو إن أنا ذكرت اسمها في محتوى عندي بطريقة سلبية. كله توجيه وكله نصايح، ويمكن من زمان جدا جدا رغم متابعتي للخالة حلمية وحبي لفيديوهاتها القديمة، ومصر على القديمة، لأن في فرق كبير بين الفيديوهات بتاعة الخالة حلمية القديمة والفيديوهات بتاعة دلوقتي، والكل يشهد بذلك، لأن فعلا في اختلاف. المهم انا كنت كل التقدير والاحترام للخالة حلمية، مش عشان الهجوم اللي انتوا هاجمتوه، لا بالعكس، الهجوم اللي انتوا هاجمتوه ده عادي وظاهرة صحية. انا عمري ما هيتفق معايا جميع الفئات، وعمري ما هتختلف معايا جميع الفئات، لازم هتكون فئة مع وفئة ضد. عشان كده انا مؤمن بالحاجة دي، لكن الاسلوب بيدل على صاحبه، التعليق بيدل على صاحبه. انت بتعلق التعليق السلبي بطريقة سخيفة وبطريقة قذرة، فده بيدل على منشأك وتربيتك وأصولك اللي انت نشأت عليها وتربيت عليها، ودي حاجة الإنسان مش هيقدر يغيرها لك، لأن هو ده أسلوبك وهو ده طبعك. فعشان كده مش هنقدر احنا نغيره لك إلا بأمر الله عز وجل. أنا جاي أتكلم النهاردة في موضوعات عديدة. قبل ما اخش في الموضوعات العديده بتاعتي، انا برضو وجهت النقد لمصطفى داوود، ووجهت النقد لطارق بطريقتي انا، مش بطريقه المتابعين، مش بطريقه القنوات اللي بتسب وبتشتم، مش بطريقه برضو المتابعين اللي عايزه تسمع مني سباب وشتام، سواء كان لطارق او سواء كان لمصطفى داوود. فكلهم برضو احبهم واقدرهم، وبقول لهم على الحاجه المفيده ليهم. ماليش خصومة مع طارق وماليش خصومة مع مصطفى، ولكن الكلمة اللي بقولها أنا هتحاسب عليها أمام رب العالمين، مش أمام المتابعين وقنوات النقد. هنخش بقى في الموضوع بتاعي زي ما انتم شايفين في الصورة المصغرة، وماذا يريد حمادة من القصة اللي احنا شايفينها دي كلها. وجبت صورة طارق برضو، وقلت دخول طارق بس حمادة داوود عار على عائلة آل داوود. وجبت صورة زاهية وحلمية مع بعض، وقلت انتم لو اتحدتوا مع بعض هتغلبوا اي قناة موجودة على اليوتيوب. كل عنوان انا كتبته ليه مغزى عندي. زي ما وضحنا قبل كده ان الاخ حماده داوود لما زاهية داوود طلعت على ابو فهد ومدام امل اللي هم الداعمين الخاصين بالخاله حلميه وحماده داوود، تاني يوم على طول حماده داوود جه ركب المكيف وجه شكر الاستاذ ابو فهد ومدام امل على المكيف وهديتهم الروعه اللي بنحتاجها في الصيف، وربنا يعيننا على فاتوره الكهرباء بتاعتها. افتكر المكيف، هل يا ترى نازل بالفاتوره بتاعته ولا بس بالمكيف بس؟ المهم حماده داوود غلط غلطه كبيره زي ما انتم عارفين، وزي ما انتم شفتم في البث بتاع الاخ مصطفى داوود وهو بيشد على طارق. الاذان بيدن، ممكن نسمع الاذان وبعد كده اكمل الفيديو. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر على كل واحد موجود على منصة اليوتيوب وقال كلمة ساعدت في إن الإخوات دول يتفرقوا. الله أكبر على كل ظالم، على كل قناة، على كل متابع، على أي إنسان موجود وشاهد من فيديوهات آل داوود وقال كلمة ساعدت على تفرقة الإخوة والوصول اللي احنا وصلنا له دوت. أكمل القصة بتاعتي بقى مع حمادة داوود، وإن هو في المرة اللي فاتت عمل فيديو لأبو فهد بعد ما كانت مدام زايا طالعة على أبو فهد ومدام أمل. أما النبادي فهو عمل فيديو مع طارق ابن حلمية داوود تاني يوم من البث بتاع مصطفى داوود، وان مصطفى كان متحلف لطارق ان هو لو شافه في طريقه هيمسكه ويعمل فيه كيت وكيت وكيت وكيت. انتوا عارفين حمادة داوود ساكن فين؟ فوق مصطفى داوود بالظبط. يعني طارق داوود طلع في حماية حمادة البيت عشان جاي عنده. انت عارف اللي انت عملته ده يا حمادة معناه ايه؟ الكلام دوت يعني لو انت بتحمي واحد تاني على شخصية تانية، انما انت بتحمي طرف هو عنصر بينكم انتوا الاتنين، انت خاله وهو خاله. يعني نهار ما مصطفى داوود هيجي ويتعرض لطارق ابن حلمية بعد التهديدات اللي حصلت في البث من مصطفى دوت، كان هيبقى ايه موقفكم انتوا الاتنين؟ انت ليه عملت كده؟ ايه الغرض من انك انت تقوم بعمل زي دوت في وقت زي دوت؟ دايما بتعمل الحاجات في اوقات غير مناسبة بالمرة. كان مفروض انك انت هتحترم الطرفين. لو انت حبيت انك انت تحترم الطرفين، حتى لو طارق حب ان هو يجيلك ويعمل البث ده عندك، كان المفروض تقول له اجلها شويه يا طارق لغايه الموضوع ما يهدى، مفيش اي مشاكل، انا ما عنديش اي مانع انك انت تيجي تعمل بث عندي، بس هدي شويه عشان ده خالك وانت ابن اختي. دي نقطه. النقطه الثانيه انك انت تظهروا وتتكلموا في موضوع القعده العرفيه وال200,000 جنيه اللي هم هيدفعوا على الترابيزه. اللي عنده حق هياخدها، اللي عنده حق هيسيبها، واللي ليه حق هياخدهم. حتى التبريرات اللي بررتها انت وطارق بخصوص القعده العرفيه اللي كانت هتتم واللي الخالة حلمية وافت عليها في الاول وبعد كده رفضتها، ملهاش اي لازمه انها تتذكر دلوقتي خالص. انت رفضت، ما تقولش سبب الرفض عشان ايه. مش عشان بيع شرف بنتنا ب200,000 جنيه او ان هو باع بشرف اخته ب200,000 جنيه والكلام اللي بيحصل دوت. انت رفضت، ما تقولش ايه سبب الرفض. اما قصه ان واحد يقعد من هنا وواحد يقعد من هنا، ده مش موضوع جواز وطلاق يا عم حاج. انت بتتكلم في ايه؟ وانك انت عايز تعرف الاشخاص الغريبه اللي هي هتقعد في القعده العرفيه، من حقك، وفي ديت انا اوافقك. واذا كان مصطفى ما اعلنش عنها، يبقى من حقك انك انت تنزل تحت عند مصطفى وتخبط وتقول له انت هتحضر مين من الناس الاغراب اللي انت هتجيبهم. ده لو ما كانش في خصومه بينك وبين مصطفى، فمن باب الود ومن باب الاخوه هتنزل وتعرف الافراد اللي هي هتكون موجوده في القعده، ومن حقك انك انت تعترض على حد منهم، ومن حقك انك انت ترحب بحد فيهم، وده شيء وارد، ومش عيب انك انت تسأل اخوك الكبير. ده لو كان في ذرة احترام بين الطرفين. لكن ظهور طارق في البث فهو عار على آل داوود بالكامل. معنى كده ان آل داوود الكبير فيها خلاص، مفيش كبار فيها. حتى لو تنحينا عن الاخ مصطفى في الوقت الحالي، برغم ان الغضب الشديد اللي موجود على مصطفى داوود، وان مصطفى داوود مش هو الكبير، والكبر مش بالسن، الكبر بالعقل، زي التعليقات اللي موجودة في القناة عندك وعاملينك صلاح الدين الايوبي اللي انت فتحت القدس. رغم الاختلافات اللي موجودة ان يكون في صلة موجودة بين كل الأخوات حتى لو كانوا مختلفين، لكن الظاهر والواضح إن كل واحد خد طريق وسلكه وحسب مصلحته فين بيروح.
ظهور عبد الله ابن الكويت. عبد الله ابن الكويت وزير السعادة جه طبعا وأسعد كتامة بالكامل بزيارته للخالة حلمية ودخوله البث عند حمادة داوود، والسوبر شات اشتغل. الله ينور عليه. طبعا انتوا لو متابعين عبد الله ابن الكويت وزير السعادة زي ما انتوا بتسموه، انا على المستوى الشخصي معرفوش قوي، بس ساعات بمر عليه كده مرات الكرام، وساعات بشوفه ان هو بيحاول يبدع في الغناء ويبدع في اذلال الناس المتابعين اللي موجودين عنده على هيئة مسابقات، وبعد كده يطلع عليهم يذلهم بالدعم اللي هو دعمه. رحبتم بيه عبد الله ابن الكويت كما لو كان وزير السعادة فعلا دخل على كتامة، وللأسف الشديد خسرتوا كتير والكتير بدخول الأغراب بينكم، وبالذات عبد الله ابن الكويت. صدقوني هتحسوا بحاجة زي ديت بعدين، لمجرد انك انت تختلف معاه هيطلع القطط الفطسانة فيكم. اما بالنسبة لزاهية وحلمية، وهو ده المقصود من كلامي، بالنسبة لزاهية وحلمية انتم عايزين ايه من بعض؟ انتم حابين بعضكم ولا لا؟ حابين ان انتوا ترجعوا ولا لا؟ لا قاعدة عرفية هتنفعكم، ولا مجلس صلح هتنفعكم، ولا اي قناة سواء كانت بالذم فيك او بتمدح فيكم هتنفعكم، ولا اي متابع ايا كان كنيته، ولا اي داعم ايا كانت فلوسه هتنفعكم. انتوا الوحيدين اللي هتقرروا رجوعكم من عدم رجوعكم. لا حمادة ولا طارق ولا اي حد ولا اي مخلوق في اليوتيوب او في العيلة الا برغبتكم انتم. انا مش هتكلم على بقية الاخوة، لان بقية الاخوة عاملين زي حزب الكنبة ايام الثورة، معاهم عليهم. المهم ان هم بيستفيدوا من الاوضاع اللي موجودة، وبيطلعوا يعملوا بثات وفيديوهات وعناوين ملهاش اي 30 لازمة بتتكتب، بس بتجيب مشاهدات. عشان كده كلامي مرة تانية لحلمية وزاهية، بايديكم انتم هتقدروا توقفوا اي قناة ايا كانت كنيتها، واي متابع ايا كان كنيته هتقدروا توقفوه عند حده باتحادكم انتم. طالما الاخوة الرجالة متفرقين ومتباعدين عن بعض، وكل واحد بيقول انا ليا مظلمة عند التاني، مفيش حد ملهوش مظلمة عند التاني، كل واحد فيكم ليه مظلمة عند التاني. اللي هيحلها حبكم لبعض، اذا كنتم باقيين على حبكم لبعض، واذا كنتم باقيين على وصية امكم، واذا كنتم باقيين على حبكم لامكم. كل واحد عنده ما عنده للتاني، ننساها ولو لحظة في لحظة تفكير. وياما حذرتكم من اللي انتوا هتقعوا فيه، واللي جاي اكتر واكتر.